خبر ممتاز جدا هيسهل الشغل الاونلاين على كل الفريلانسرز القائمين على فيزا ريدوت باي. اعلنوا النهارده على جروب التليجرام الرسمي بتاعهم وعلى صفحه تويتر الرسميه بتاعتهم انه في خلال ايام هيفعلوا خيار السحب من باي بال على فيزا ريدوت باي. وبالتالي اما كنت عملت لكم فيديو قبل كده ان فيزا ريدوت باي بتفعل الباي بال، تقدر تشتري من خلال الباي بال عن طريق انه بيخصم منها، لكن ما تقدرش تسحب عليها من خلاله. يعني من الاخر كانت بتفعل الباي بال تفعيل جزئي وليس كلي. مؤخرا هيخلوا التفعيل كلي، وبالتالي انت هتستغنى عن كل الفيز سواء بقى المحليه او الدوليه التانيه. انت من الاخر كده هتبقى هي دي خيارك الانسب للباي بال. يعني من الاخر كده هتحول فلوس باي بال لعملات رقميه، وكمان تقدر بقى تحولهم لباينانس، تقدر تتعامل براحتك بعيد بقى عن الوسطاء ووجع الدماغ ده. كنت شرحت لكم قبل كده فيزا ريدوت باي ومميزاتها. هي شغاله على 80 ل 90% من المواقع الدوليه. هتلاقوني سايب لكم رابط التسجيل في وصف الفيديو. بمجرد التسجيل هم بيدوك $5 بونص كمشتريات، لكن ما تقدرش تستخدمهم الا بعد ما توثقها يا اما بالبطاقه الشخصيه يا اما بالباسبور، ولازم تكون عديت ال 18 سنه. وكمان كنت شرحت لكم طرق الشحن يا اما من باينانس يا اما من المواقع اللي هسيب لكم الفيديوهات بتاعتها في الوصف. هم قالوا ان هم بيدوروا على متطوعين حاليا يجربوا عليهم خيار السحب بتاع الباي بال، وبيدوا بونص للناس دي $5. يعني من الاخر كده لو سحبت اصلا الباي بال بيخصم منك $5، فهم بيعوضوك $5 دي، يعني بيجربوا. وكده كده الموضوع ده قيد التجربه، واول ما يتفعل بشكل رسمي هعمل لكم تجربه حقيقيه زي ما عودتكم كده للسحب من الباي بال على فيزا ريدوت باي، وتتحل بقى كل مشاكلكم ان شاء الله. الفتره الجايه سايب لكم مفاجاه وفيديو خاص عن الفيزا الجديده اللي هي موس والت، اللي هي تعتبر البديل الاقوى لفيزا ريدوت باي. انا حاليا بجربها، لكن الشيء المميز فيها ان هم بقى بيحاولوا يعلوا على ريدوت باي. بيدوا بمجرد التسجيل والتوثيق، وبالمناسبه توثيقها بالبطاقه الشخصيه برضو من اول 18 سنه، بيدوا $15 بونص. لكن شرط ان انت تشحن الاول ب5 وبعد كده تشحن ب10، بتاخد قصادهم نفس المبلغ. وبرضو بيقدموا بطاقات افتراضيه وبطاقات برضو حقيقيه تقدر تشتريهم في اللي ب10 وفي اللي بكذا، وكل بطاقه بقى ليها مميزاتها وليها عيوبها. ان شاء الله الفتره الجايه هعمل لكم فيديو عنها. هتلاقوني سايب لكم لينك التسجيل بتاع تطبيق موس والت في وصف الفيديو لو عايز تجربها قبل ما اعمل الفيديو. تمام، عايز بقى تستنى الفيديو تمام برضو. وطرق شحن موس والت هتبقى هي طرق شحن ريدوت باي، لكن بقى زود عليها شويه خواص ومميزات مش موجوده في ريدوت باي، وبرضه ممكن يكون في عيوب مش موجوده في ريدوت باي. وبالتالي يكون معاك ده بديل وده بديل، ومعاهم فيزا بتنوب. تبقى انت كده محتاجتش اي بنك محلي تستعمل البطاقه بتاعته تشتري بيها اونلاين. اتمنى الخير والتوفيق للجميع، ربنا يعلم. بحاول اجيب لكم افضل حاجات تسهل لكم شغلكم الاونلاين. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.